السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. معكم أخوكم حمزة أحمد، واليوم عندي لكم شرح كيف إنك آه، آه، شرح حل مشكلة أنت غير مسجل على الشبكة. فلما ندخل على الاتصال فنتصل على أي رقم فتظهر لنا هذه العلامة. شبكة الهاتف غير متاحة وأنت غير مسجل على الشبكة. وأيضا توجد علامة أو أعلى الفيديو، عفوا أعلى الهاتف على البار العلوي. هذه دي هنا علامة دائرة وفيها مقسومة إلى نصفين. طبعا هذه المشكلة كيف تجي؟ هي تجي عندما أكون مثلا على روم. أول بداية أنا كان جوالي هذا على الروم الرسمي هذا، وبعدين انتقلت إلى الروم 4-3. يعني نزل مسبقا، لكن أنا ثبته متأخر. فبعد ما ثبته صراحة ما عجبني الروت، كان فيه تعبان. فرجعت لهذا وواجهتني هذه المشكلة. وحل هذه المشكلة هو ملف تثبيت ملف. وإن شاء الله إذا ثبته خلاص راح تنحل معاك المشكلة بإذن الله. طبعا تحتاج أول شيء كمبيوتر ووصلة USB من أجل نقل الملف من الكمبيوتر إلى الهاتف. وصلة USB عادية، أي وصلة USB معك تستخدمها، مش شرط الكمبيوتر. فبإمكانك تثبت الروم نفسه من الجهاز، ومن ثم تنسخه على الذاكرة الخارجية وحتى في الذاكرة الداخلية. أول شيء تحتاج في الجهاز تحتاج يكون الريكفري مالك ريكفري معدل. فيوجد على اليوتيوب شروحات جدا جدا كثيرة لرومات معدلة، أو عفوا ريكفري معدل. فشوف نوع جهازك واختار الريكفري المعدل الذي ترغبه. فبعد ما تثبت الريكفري المعدل، فأنت تروح على الكمبيوتر وتنسخ عفوا أنا الحين راح أنسخ هذا الرابط وأروح على جوجل من أجل تحميل الملف. نسخ، ونروح على جوجل ونسوي لصق. لما نسوي لصق راح ينقلنا إلى هذه الصفحة. في أحد الأشخاص رفع هذا الفيديو، عفوا رفع هذه أو هذا الملف على موقع مركز الخليج، فأنا أشكره كل الشكر. فأخذت منه الرابط عشان أستخدمه اليوم. طبعا الرابط حجمه 13 ميجا بايت، يحتوي على صور وعلى شروحات كيف تثبت عفوا تثبيت الملف على الجهاز. وبعد ما تثبته راح يجيك ملف مضغوط، ملف ضغط. تفك ضغطه، بعدين راح يعطيك ملف زي هذا الملف اللي موجود هنا، ومسمى على نفس الاسم: حل مشكلة فقدان ISM of S3. نفتحه راح يعطيك أو تشوف مجموعة صور. أول شيء يقول لك إنك تدخل على وضعية الريكفري مود أو ريكفري مود. يعني يقول لك ثبت يعني ثبت شو اسمه، مش الريكفري، تدخل على الريكفري وبعدين تدخل على install zip، وبعدين close off SD، وبعدين تختار على على البرنامج نفسه أو الملف وتثبته، وبعدين ياس وخلاص.
الحين انا راح اطبق معاكم، لذلك جبت وصلة USB، نوصل الوصلة في الكمبيوتر. نوصلها على الكمبيوتر. هذه هي الوصلة هنا. الحين ثبتنا الوصلة مثل ما تشوفون، الجهاز جالس يشحن، ما في اي مشاكل. وبعدين ننسخ الملف هذا، فقط نسخ، ونروح على الكمبيوتر، عفوا على الجالكسي، وندخل على الSD ونسوي له لصق، وراح يلصق معاك. وبعدين تكون خلص من الكمبيوتر، وننتقل إلى الجوال مرة أخرى. اوكي، اول شيء اللي انت تحتاجه انك تدخل على وضعية الداونلودينج، عفوا الريكفري مود. كيفية الدخول على وضعية الريكفري مود، نضغط على زر رفع الصوت وزر الهوم وزر الباور. رفع الصوت، هوم، وباور. فالحين فكينا. اوكي، فأول شيء ننزل على الخيار الثاني install zip from SD. هذا هو الخيار. هذا هو الخيار الثاني، نضغط زر الباور للاختيار. وبعدين إذا أنت نسخته على ذاكرة الهاتف نفسه، فتروح على آخر واحدة وتسوي باور. أما إذا نسخته على الذاكرة الخارجية، فتضغط على أول واحدة، وبعدين تدور على الاسم أو مكان اللي ثبت فيه الملف. هذا هو الملف مثل ما تشوفون، آخر واحد، فنضغط باور وننزل. آخر شيء نحصل yes install mode أو تثبيت الملف. نضغط باور ونخلي الجهاز يثبت، وراح يعيد وبعدين راح يجي لك زي كذا، فتروح على آخر واحدة اللي هي go back، وبعدين أول واحدة reboot system now، وتخلي الجهاز يعيد التشغيل، وإن شاء الله راح تنحل المشكلة معك. والحين إن شاء الله راح تنحل المشكلة. أول شي من فوق العلامة اللي في البداية اختفت، اختار أي رقم واتصال. مثل ما تشوفون
فالحمد لله الحين اشتغل كل شي شغال، ما في اي مشاكل. اذا كان عجبك الفيديو وفهمت ما في اي مشاكل فاضغط لايك، اذا ما عجبك ديزلايك. كان معكم اخوكم حمزة احمد، واشكركم على حسن المتابعة، وفي امان الله.